الطرح مو عملية صعبة، هو مفتاح لتفهم الرياضيات صح. إذا قدرت تفهم الطرح منيح باقي العمليات راح تصير أسهل. بهذا الفيديو راح نكتشف بعض أسرار الطرح. تابع الفيديو واضغط اشتراك لتكون معنا بكل الدروس. السلام عليكم، إن شاء الله الجميع بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة الرياضيات مع كريم أسد. موضوعنا بهذا الفيديو راح يكون عملية الطرح. عملية الطرح بيعني نوعين: الطرح البسيط أو الطرح مع الاستلاف. يا جماعة دائما مثل ما تعودنا بالجمع مثلا نرتب المنازل فوق بعضها: أحد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف ولا آخره. دائما نرتب العملية المنازل فوق بعض. مثلا عندي العدد 55 ناقص 23. شوف أنا رتبتهم فوق بعض، الآحاد فوق الآحاد والعشرات فوق العشرات. 5 ناقص 3 2، و5 ناقص 2 3، أصبح الناتج 32. مثلا إذا كان عندي مثال 376 ناقص 42 كم يساوي؟ نكتب العملية بالشكل العمودي. دائما نكتب الرقم الأطول والرقم الأكبر من فوق. راح يكون 376 ناقص 42. رتبت المنازل فوق بعض، الآحاد فوق الآحاد والعشرات فوق العشرات والمئات فوق المئات. الرقم الثاني لا يوجد له مئة. 6 ناقص 2 4، و7 ناقص 4 3 ناقص لا يوجد شيء ننزلها. أصبح الناتج لدينا 334. الشق الثاني من الفيديو الطرح مع الاستلاف. مثلا يكون لدينا العدد 93 ناقص 25 كم يساوي؟ نرتب العملية بالشكل العمودي. يصبح لدينا 93 ناقص 25. نلاحظ أن رتبت المنازل فوق بعض. 3 ناقص 5 ما يصير. شو أعمل؟ نستليف من الجيران. الثلاث تصبح 13، والتسعة ناخذ منها 1 تصبح 8. 13 ناقص 5 8، و8 ناقص 2 6. مثال ثاني 9732 ناقص 3415 كم يساوي؟ نكتب العملية بالشكل العمودي. 9732 طبعا أرتب المنازل فوق بعض، و3415 2 ناقص 5 ما يصير. 2 تصبح 12، والثلاث تصبح 2. 12 ناقص 5 7، و2 ناقص 1 1، و7 ناقص 4 3، و9 ناقص 3 6. أصبح لدينا الناتج 6317. ناخذ مثال 6510 ناقص 3300 كم يساوي؟ نكتب العملية بالشكل العمودي. تصبح لدينا 6510 ناقص 3300. إذا ملاحظين أنا رتبت المنازل فوق بعض، الآحاد فوق الآحاد، عشرات، مئات، ألوف. 0 ناقص 0 0، 1 ناقص 0 1، 5 ناقص 3 2، 6 ناقص 3 أصبح الناتج 3210. مثال ثاني 5260 ناقص 1300
واثنى عشر. نكتب العملية بالشكل العمودي. 5260 ناقص 1312. صفر ناقص 2 لا يجوز. الصفر تصبح 10. أخذنا واحد من الجيران، يعني الستة أصبحت 5. 10 ناقص 2 8. و5 ناقص 1 4. 2 ناقص 3 لا يجوز. الاثنان تصبح 12. والخمسة أخذنا منها 1 أصبحت 4. 12 ناقص 3 9. و4 ناقص 1 3. أصبح الناتج 3948. هيك نكون انتهينا موضوعنا اليوم. بقى علينا الواجب المنزلي، يا ريت الكل يحل يكتب الحل بالتعليقات. بس قبل ما اكتب الواجب يا ريت الكل يشترك بالقناة ويشاركها مع أصدقائه. الواجب راح يكون 6312 ناقص 1302 و9253 ناقص 4110. إن شاء الله راح يكون موضوعنا الدرس الجاي هو عملية الضرب. أشوفكم خير.